penso que foi uma ideia brilhante. Tudo o que seja para valorizar o futebol saudita. رئيس الهيئة يعني مشكورا قدر انه يعكس هذا الشيء على الاقل في سنة تواجدي انا السنة اللي تعرفت عليه والسنة اللي تعرفت على المنافسات في البطولة السعودية. كل تمثيل وبالذات اللي هو فيه الجانب اللي هو التمثيل الدولي اللي يدخل فيه يعني المشاركات الدولية، جزء من هذا الشيء دائما سيضاف للمصلحة ولقوة المنافسات السعودية وإظهار المستويات الموجودة هنا. كل المنافسات اللي فيها يعني فرق عالمية أو فرق من دول أخرى تشارك فيها، فهي إظهار وإضافة للقوة الموجودة هنا عندنا في البطولة المحلية. وطايف عبد الله عطيف يعني ما حد يختلف عنه انه لاعب بامكانيات عاليه، لكن لا ننسى ايضا انه مرت عليه فتره تقريبيه زي 3 أسابيع اللي كان فيها مصاب ايضا، يعني فقد ايضا الفرصه اللي كان يمثل فيها المنتخب في الفتره هذيك. عاد بعدها من الاصابه ويعني اموره تمام، لكن احنا نمتلك الحظ في الهلال ان لدينا لاعبين اثنين يعني بمستويات عليا اللي هم محمد كنو وعبد الله عطيف. بالنسبه لي زي ما تكلمت انه في الماضي كان كلاعب اساسي يعني في السنه الماضيه، لكن بالنسبه لي انا اهتم اكثر في الوقت الحاضر، لذلك انا المدرب وانا اللي اخذ القرارات. انا اهتم اكثر بالحاضر، وبالنسبه لي باعتقادي دائما هو الوقت الحالي اللي هو في فورمه افضل هو اللي في مشاركات مستمره. بالنسبه لي محمد كنو قام بمباريات كبيره، يعني الاثنين بالنسبه لي يعني من ناحيه الامكانيات امكانيات عاليه، كل بخصائص مختلفه، لكن من ناحيه القرارات فانا قاعد اخذ بالقرار اللي هو الافضل او الاجهز اليوم لكي يشارك كاساسي. بمجرد مشاركتي في بطوله تطمح البطوله نفسها، اكيد المدرب يعرف فريق الخصم، واكيد راح ان شاء الله يعطينا الاشياء الايجابيه والسلبيه في فريق الزمالك ان شاء الله، وان شاء الله بتعاوننا نحن كجهاز فني اداري ولاعبين وجماهير ان شاء الله ان نحن نحرز البطوله باذن الله.